السلام عليكم، مساء الخير ومساء النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال، ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة مع فيديو اقتراح جديد. ففي الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي المعتمدة باش كنوجد الملوي أولا الملاوي بالطريقة اللي مبسطة ما أمكن، بعيدا على الطريقة التقليدية اللي فيها بزاف ديال الخدمة. هذه طريقة اللي صراحة ما غنقولش لكم مختصرة، ولكن اللي ناجحة ومضمونة 100%. فكيجي الملوي صراحة كله منفوخ، كله مورق من الداخل وناجح حتى ولو تكوني مبتدئة أول مرة غادا توجدي الملوي. ما عليك إلا تبعي التفاصيل اللي غادي نذكر معاك في الفيديو، راهم ساهلين ما فيهمش تعقيدات، وكيجي كيف قلت لكم ناجح من أول تجربة ومضمون مليون بالمئة. فهذا علاش شاهدوا الفيديو والمراحل حتى الآخر، وبارطاجيوه مع العائلة والأحباب ديالكم واشتركوا في القناة، ومرحبا بكم وفرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله. هنايا عندي الكمية شوية كبيرة، مهم ماشي كبيرة بزاف، غتعطيكم قياس ديال الملوي اللي معقول. غادي نستعمل هنا كيلو كامل ديال الدقيق الأبيض مع نصف كيلو ديال الفينو أولا دقيق القمح الصلب. غنضيف عليهم الملحة اللي غتكفيني باش غنملح هاد الكمية اللي ذكرت معاكم، تقريبا معلقة ونص صغيرة ديال الملح. وضفت كذلك تقريبا شي 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، واللي ممكن تعوضوهم 3 ديال المعالق كبار ديال العسل. وكيف ما يمكن لكم يعني تستغناو عليهم بجوج بهم، سوا العسل سوا السنيدة، تكتفيو فقط الملحة بوحديتها. فهنا غادي ناخد شوية ديال الماء، سواء من الروبيني أولا دافي. مهم غادي نبدا نجمع به العجينة ديالي، نجمعها بحال هكذا، نضيف الكمية كافية باش غادي نجمع هاد العجينة. دائما كيف ما كنذكر معاكم، العجينة ديال المسمن أولا الملاوي ما كتبغيش تكون مطلوقة أكتر من القياس، حيت غادي تعذبكم من بعد في الخدمة. فهذا علاش كنضيف الماء شوية بشوية وأنا خدامة كنجمع بيدي، وكنشوف البلايص اللي باقيين ناشفين أولا باقي ما وصلهمش الماء، كنحاول نوصل ليهم الماء ونجمعهم مع الباقي ديال العجينة. بمجرد ما كتجمع عندي العجينة وكتولي يعني كنتحكم فيها هكذا في الخدمة، ماشي قاصحة تاني كتر من القياس وماشي مطلوقة. المهم العجينة إلا ضغطت عليها بيدي راه كتكون رطبة، ولكن في نفس الوقت راه مازال باغية شوية ديال الخدمة. فهنا كنحبس الإضافة ديال الماء، وغادي نحطها في السطح ديال العمل أولا نخليوها في نفس القصرية ونخدمها مزيان. مهم كل وحدة غتخدم بالطريقة اللي مريحاها، أما اللي عندها العجانة راها شرات راحة البال وشرات صحيحتها. ضروري تدلكوا العجينة باش ما تاخدش ليكم الوقت بزاف وهي كتطلق ملي تكون كترتاح. فالمهم أنايا بالنسبة ليا صراحة ضروري ندلك العجينة واحد شوية، كيعجبني ندلك العجينة وما خاسرة والو إلا دلكت العجينة، من غير أنها غتسهل عليا الخدمة من بعد. شي 10 دقايق بحال هكداك، 15 دقيقة، كل ما تدلكات هاد العجينة يكون أحسن، وما غتاخدش ليكم الوقت بزاف فاش غادي تكون كترتاح أولا كتطلق. فملي كندلكها كندهنها بشوية ديال الزيت صافي، وكنحطها في بلاستيك غذائي. أنا هنا كنت قسمتها على جوج، قلت واقيلا هذيك البلاستيكة ما غتكفانيش، وفي الآخر راه لقيت بلي كفاتني صافي، وليت خشيتها كاملة في نفس البلاستيكة وكنخليها كترتاح تقريبا شي 10 ديال الدقايق بحال هكداك، راه ما غاديش تاخد ليكم الوقت بزاف، وبالأخص مع هاد الحرارة وملي غنزمطوها في البلاستيك راها كتطلق بسهولة. من بعد ما طلقات عندي العجينة غادي ندوز باش غادي نشكلها كويرات. هنا بالنسبة للقياس ديال الكرات كيبقى على حسب الذوق ديال كل سيدة. غادي نشكل هاد العجينة عندي كاملة الكريات اللي كيكونوا متساويين تقريبا في الحجم ديالهم، وكنحطهم في واحد البلاطو. ودائما نتوما خدامين كنبقاو عاقلين على الكرات اللي شكلنا في الاول، كنستفوهم بالترتيب باش دائما الخدمة كتكون منظمة. الكرة الأولى اللي شكلتها وكنبدا كنورق على الطريقة اللي واضحة عندكم، كنرش سطح العمل بشوية ديال الزيت، والباقي ديال الكرات كندهن الوجه ديالهم بشوية ديال الزيت، ودائما نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي. المهم دائما كنهز الكرة اللي غادي نشكلها وكنغطي الباقي بالبلاستيك غذائي. نسرّح الكورة وكنحاول نعطيها شكل مستطيل على الطول. من بعد كناخد زبدة بوماد أولا الزبدة اللي كتكون بحرارة المطبخ اللي غادي تعجن بحال هاكا في اليد، وكندهن الوجه ديال هاد المستطيل ديال العجينة كامل حتى الجنيبات والقنيتات كاملين، كنوصّل ليهم هاديك الزبدة.
من بعد كنرش واحد الرشيشة اللي كتكون خفيفة ديال الفينو أولا السميدة الرقيق، ومن الأحسن تستعملوا الفينو ما كيجيش باين بزاف بحال السميدة الرقيقة، المهم رشة اللي كتكون خفيفة، ماشي بحال المسمن ماشي مشكل المسمن إلا جا مرمل بزاف أولا جات فيه هداك الفينو أولا السميدة باين بزاف، الملوي ما كيبغيوش كترة الفينو أولا كترة السميدة. فالمهم كندير واحد الرشيشة اللي خفيفة، وكندير بحال غادي نشكل مسمنة عادية، ودائمًا هداك الوسط كنعاود تاني ندهنو بشوية ديال الزبدة، وغادي نبدا كنلوي الملوي على هاد الشكل اللي واضح عندكم، وكنخلي واحد شوية ديال العجينة باش غنسدو هاد الملوية، والطريقة راها موضحة عندكم في الفيديو. ملي كنورّقهم أولا ملي كنشكّلهم على الطريقة اللي واضحة عندكم، كنبدا كنقلبهم، غادي نتلقاو باللي الملويات بداو كيطلقوا شوية بشوية، غادي نقلبهم قبل ما نبدا نخدم بيهم ونعاود نخليهم يرتاحوا لمدة تقريبًا ديال 10 ديال الدقايق. هنايا من بعد ما كيرتاح الملوي وكيتطلق، غادي ندوز مباشرة باش كنبدا الطياب. خديت أنا هنا البلاك أولا تاخدو المقلة اللي عندكم، صراحة هاد البلاك اللي زوين فيها أنها كتهز ليكم قطع اللي كتار وحتى إلا كانت الكمية كتيرة ديال المسمن أولا الملوي عندكم أولا الحرشة كتخدموها خفّان زربن، وصراحة تستاهل فلوسها حلال عليها، وأي سيدة كانت مترددة أنها تشريها كننصحك غير سيري شريها. غير هو اختاروا شي ماركة اللي تكون يعني ثقة واللي تكون الجودة ديالها مزيانة، راه كاينين بزاف ديال لي مارك في الأسواق، ولكن الجودة كتختلف من وحدة لوحدة. فالمهم البنات هنا من بعد ما كتسخن عندي البلاك رشيتها بواحد الرشيشة اللي خفيفة ديال الزيت، وكنبدا كنحط فيها الملوي عندي. ودائمًا الملوي فاش غنبدا كنقرصو ما كنضغطش عليه بالأصابع باش ما كنسدوش هادوك التوريقات، كنبدا كنجبد في الملوية من الوسط للجناب باش هكذا كيبقاو هادوك التوريقات باينين أولا هاديك الزبدة بين العجينة كتبقى في بلاصتها، ومن بعد ملي نبدا نطيب الملوي كتذوب هاديك الزبدة هي اللي كتعطينا هذاك التوراق. فدائمًا كيف قلت لكم ما كنضغطش بزاف، كتكون العجينة أصلًا مطلوقة كنبدا غير بحال كنسرّحها بيدي غير بالمهل، فالطريقة راها واضحة، والسمك ديال الملوي ما يكونش رقيق بزاف كتر من القياس باش كتجي هاديك التوريقة تاني باينة من بعد. صافي كنبدا كنحط الطريقة ديال الطياب تبارك الله راه كلشي عارفها، العافية كتكون متوسطة، ودائمًا ملي كنحط سوا الملوي ولا المسمّن غير يبدا كيتشمّع من التحت كنقلبو باش هكذا كتنفخ هاديك الملوية أولا المسمنة، ما كنخليهاش كطيب على جهة واحدة مدة اللي طويلة، كنبقى دائمًا كنقلّب ونحرّك هادوك الملويات، منها كياخدو اللون اللي كيكون مدهّب من قاع الجوانب، ومنها كيبداو كيتنفخوا وكيتورقوا مزيان من الداخل. فالنتيجة ما نحتاجش نهضر عليها، كيف قلت لكم هذه راه طريقتي المعتمدة، دائمًا كنوجد بها الملوي بهذه الطريقة، كيجي من داك الشي رفيع مورق وخفيف من الداخل. النوعية ديال الدقيق راه كتلعب واحد الدور اللي كبير بزاف، دائمًا اختاروا نوعية أولا الجودة ديال الدقيق تكون جودة ممتازة، فالطريقة ديال الطياب كيف قلت لكم راها باينة وواضحة، ودائمًا أي قطعة كنحيدها من المقلة وهي مازال سخونة كنبدا كنخبطها أولا كنسوسها من الجوانب باش هكذا كتحل مزيان الملوية من الداخل وكتجي مورقة مزيان. هذه هي النتيجة كيف ما واضح عندكم. كنت غنوجد هاد الملوي للكوتي وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. فكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، نخليكم على خير ونتلاقاو إن شاء الله مع فيديو اقتراح جديد.